ده الشكل النهائي بعد ما الشغل اتشطب. وده يا جماعة المراحل بتاعة التأسيس والتشطيب. ده مراحل تأسيس وتشطيب الشروازية. ده هيكون موضوع الفيديو. أول خطوة بنبدأ بقى يا جماعة إن احنا بنمسح الشغل بتاعنا. بنمسحه بقطعة قماش كده، وبنمسح بمية على خفيف. بعد كده بنبتدي في أول مرحلة إن أنت بتجيب فرشة سلك، وبتبتدي إن أنت بتفتح المسام بتاعة القشرة دي يا جماعة، قشرة أرو هتدهن دهان شروزية. احنا بنفتح المسام بتاعة القشرة عشان شغلنا كله هيكون في قلب الغاطس، وبتشتغل الغيرة زي ما انت شايف كده. تاني مرحلة ان انت بتلقط الشغل بتاعك، بتلقط اللحمات بتاعة القشرة. بيبقى فيه لحمات كده، او بيبقى فيه عبارة عن مسامير، فانت بتلقط على قد بتلقط على قد اللحام. فبعد الانتهاء من المعجون بتلاقي الشغل زي ما انت شايف كده. مرحلة الصنفرة بتبدأ بمرحلة صنفرة رقم 120. دي بتبدأ ان انت بتدعك الشغل بتاعك كده كله، بتدعك الشغل بتاعك. ده السيلر يا جماعة، سيلر أخشاب اللي هنأسس بيه اللي هنأسس بيه الكيلو. السيلر بياخد كيلو تنر. بتبدأ تأسس الشغل بتاعك بالسيلر. طبعا انت بتعمل طبقة طبقة من السيلر دي علشان ما ينفعش تشطب الشغل بتاعك يعني على الخشب على طول، فبتأسس بالسيلر. يعني ما مش بتأسس بقى من السيلر وبتشطب، لا، بتدعك الشغل بتاعك بصنفرة رقم 320. بعد كده بتأسس الشغل بتاعك تاني بالعازل. لازمة العازل البوليوروسان ده مادة يا جماعة، بتكون مادة معاها المصلب، وبتبتدي ان انت بتأسس بيها كده عشان تستحمل المواد بتاعة التشطيب وما يخسش المواد بتاعتك. بعد كده بتبطن بطانة دوكو باللون اللي انت محتاجه. يعني دي بطانة دوكو ابيض، وبتخفها الكيلو. البطانة بياخد كيلو تنر. محتاج لون ابيض بتجيب بطانة ابيض، محتاج لون تاني بتجيب البطانة باللون المناسب. طبعا يا جماعة في الرش انت بتستعمل مسدس دوكو. الخطوات دي يا جماعة خطوات بتكمل بعض كده عشان توصل في النهاية للشكل اللي انت شفته في اول الفيديو كده. الخطوات دي بتعتمد على المراحل بتاعة التأسيس. فانت بتبدأ في مرحلة البطانة، بيخلص الشغل بتاعك بيكسي معاك زي ما انت شايف كده. بتخش بعد كده في مرحلة الدوكو دي يا جماعة. دوكو ابيض زي ما انت شايف كده. الكيلو الدوكو الابيض بياخد كيلو تنر. التنر يا جماعة اللي بنشتغل بيه تنر حار، يعني تنر حامي، تمام. بتحل الدوكو بتاعك الكيلو بياخد كيلو تنر. بعد كده بتشطب الشغل بتاعك من الدوكو. عشان يا جماعة مادة الباتينة دي ما ينفعش تشتغل بيها على الشغل مثلا ومعمول ومعمول دوكو فرن او كلام من ده. لازم أن يكون دوكو ناري، دوكو عادي، عشان مادة الزيت دي ما بتقبلش المواد ما بتقبلش المواد الفرن. لازم ندوكو عادي. بعد الانتهاء من الدوكو بيبقى زي ما انت شايف كده. دي يا جماعة الشغل فيه حاجات عبارة عن حاجات فيها قطع بليستر كده. ده عبارة عن شبك. فانا برشه برشه بليستر عشان الشغل ده او الحاجات دي مفيش فيها قشرة ومش هتتعمل دهان شروزية. فانا برشها بليستر وبشطبها دوكو زي ما انت شايف كده. بتخش بقى ركز معايا. ده يا جماعة مرحلة الباتينة. ده الزيت المفتاحين. ودي انابيب باتينا. الرقم عشان الناس اللي بتسأل عليها، انابيب رقم 408. الانابيب دي بتبقى اللون بتاعتها بني. بتتخف بالزيت بذرة الكتان اللي هو زيت المفتاحين ده. بتحط يعني ما بتحط الزيت كتير. انا حطيت انبوبتين وبحط نقطة زيت صغيرة، وبتقلب الباتينة بتاعتك. وبتجيب قلم بقى او فرشة صغيرة، وبتطلع بتعك الشغل بتاعك زي ما احنا بنشتغل كده. وبتبتدي ان انت بقى في المرحلة دي ان انت بتدخل الباتينة دي في قلب الغاطس بتاع بتاع القشرة. في ناس مثلا بتشتغل في المرحلة دي بلاكيه، تمام. انا ما عنديش مشكلة ان انت تشتغل بلاكيه، بس الباتينة دي يا جماعة الميزة فيها على الشغل الدوكو ان انت بتثبتها بالدوكو بالورنيش عادي، وبتشطبها بالورنيش والفرن عادي. مفيش فيها اي مشاكل زي اللاكيه ممكن تعمل مشاكل، تمام. بعد ما بتخلص وبتملى الباتينة بتبتدي ان انت بتنضف الشغل بتاعك بقطعة فلينة كده مرة واتنين وتلاتة، لحد لما الشغل بتاعك يبقى زي ما انت شايف كده. كده الشغل بتاعك ما تشطبش. بتخش بعد كده في مرحلة التثبيت. دي يا جماعة اللؤلؤ. ده من اللؤلؤ شفاف. وده الورنيش، ورنيش اسمه ورنيش بورسعيد. ده الورنيش اللي احنا هنثبت بيه. ده اسمه ورنيش شفاف، ورنيش دوكو شفاف.
الميزة فيه ان هو شفاف، والميزة فيه ان هو بنثبت بيه الباتينة عشان لما نيجي نرش الورنيش بتاعنا، الورنيش والفرن، المادة الزيتية دي ما تفوش معانا. فاحنا بنثبت الباتينة دي، بنثبتها بالورنيش الدوكو اللي انت شفته ده. بعد مرحلة التثبيت بتخش في اللؤلؤ ده اللي هو اللؤلؤ الشفاف. الكيلو اللؤلؤ يا جماعة بياخد عبارة عن 3 كيلو تونر ده لؤلؤ، وبتحط ال3 كيلو تونر وبتقلب، وبتبتدي ان انت بتدي وش اللؤلؤ. وش اللؤلؤ ده عبارة عن عبارة عن مادة شفافة بس بتديك صدفة كده زي صدفة الفضي، فبتحس ان الشغل مصدف معاك زي بوية السيارات كده. بعد كده بتخش دي يا جماعة في حاجات بتتقطع فضي وبيركب عليها الشبك اللي احنا رشناه بالياستر زي ما انت شايف كده، وفي حاجات تانية بتتعمل اسود وبيركب عليها الشبك. فاحنا بنبتدي ان احنا بنلزق الشغل بتاعنا وبنجيب الفضي. الكيلو الفضي يا جماعة بياخد كيلو تنر، اي مادة نارية الكيلو بياخد كيلو تنر، تمام. وبتطلع ترش بعد ما بنغلف الشغل بتاعنا، بنرش الفض بتاعنا بتدي وش الشغل بتاعك زي وش بطانة كده من الدوك اللي انت هتشطب بيه، وبتسيبه لما ينشف، وبترجع تديله تديله وش تاني. مش بتحتاج ان انت تثبته عشان انت هتشطب تاني. ده اللون الاسود نفس الكلام. بعد كده بتفك الورق وبتخش في مرحلة الورنيش. ده ورنيشات فرن يا جماعة، بنجيب ورنيشات لميع، ورنيش فرن ال3 8 لميع، وورنيش فرن مطفي، وبنضرب الاتنين في بعض عشان نوصل لدرجة لمعة نص لمعة، عشان الشغل بتاعنا يوصل لأعلى لأعلى جودة. شايف كده؟ لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك، ولو أول مرة تتابعني وحابب تستفاد فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشكرا.